مرة كنت قاعد بالبيت مبسوط وفاتح انترنت، عم دردش مع رفقاتي والملل معوفني حياتي. مو ناقص الا يجي الوالد يسلمني بحكياته ويزيدها ويطرقني من كعب الدست. محاضرة طويلة عريضة هلا صرت قد الشنتير، تتصرف مثل الولاد ولساته عقلك صغير، ولسه ما تلعب بالالعاب ما تفقش لي بالانترنت. بدل ما تقرا لك شي كتاب اللي بعمرك صار عندن عيلة وبيت وسيارة بيكابو. انا كنت بسابع نومي عم بحلم حلم غريب كتير، مشان ارفع راسه لابي بدي سوي عمل خطير. بدي روح انا ورفقاتي مشان نحرر الجولان، حكم البركة بالشباب كل واحد قد الفدان. وزعنا بيناتنا المهام وقائد الجيش طبعا حسام، وردوا على استلم والرادار ما رح تخفى علينا الاسرار. وهاني مهندس القنابل مع الفجل بيعمل عمايل، وكمان ايهم ومعتز وباشا ما بتهمنا حتى الميركافا. وجاي معنا حمز الخطير رح نفعسهم مثل الصراصير. جمعنا كل شلة المساطيل جايينك يا اسرائيل، والصبح اجا اليوم الموعود قدام البناء اجتمعوا الجنود. ساوينا اتفق وضربنا تحية كله جاهز للعملية، والشوفير جاب السوزوكي نفسه ابو وائل ساسوكي. وحمزة كالعادة من قدام طلقنا ونزلنا الفرام، حطينا اغاني وطنية طالعين عملية فدائية. يا صهيوني يا اقرع معنا هاني وحمزة الاقدع، يا بتستسلم يا منخلع بالليل يا عيني بالليل. وابو وائل على غير العادة ماشي على 160، حكم المازوت صاير رخيص وما في غالي غير البنزين. اول نص ساعة عالطريق اكلنا شي 5 مخالفات، حطينا 500 بخشش للشرطة هي غير تبويس الديات. وبس وصلنا عالساحة ما لقينا ولا اي مخلوق، اتارينا نحنا الرجال والاسرائيلية هن الخروق. وكأنه اجا يوم القيامة والدنيا صارت تمطر عالم، والارض صارت تنبوع جنود، صار في 1,000,000 بني ادم. يا صهيوني يا من تنادي نحن لك في المرصادة. غفر الحكم وبدينا القتال بدنا نربح ما في مجال. يا شباب تعوا اسمعوا الاخبار هلا اجاني خبر عاجل، قال العدو طحش علينا شو ما يحكوا يا باطل. اهم الفحل نزع معركة قوى قلبه وسحب الزنار، امسل البنطلون من نص الساحة وقعد يبكي مثل الصغار. نطلق حمزة الخطير عامل لي حاله جرانديزر، يركض يقفز يضرب ويطير ويطلق من عيونه الليزر. صار له من نص ساعة مو اكل وما حدا من شره سلمان، اكل الاخضر واليابس والحمد لله ما جوعان. ما في بقلبه جنس الرحمة سواهن شاورما ولحمة، وكلنا قاعدين عم نتقاتل وباشا يحلقوا في العلالة. ريد بول بيعطيكي جوانح شو هيدا يا هم ملالة. وجبنا البشار وقعدنا نتفرج كيف معتز قاعد يتدحرج، يفعسهم واحد ورا واحد ومن غضبه ما في ولا مخرج. هو فخر صناعة الحسكاوية وهو من عندهم متخرج، فيكم تعتبروا هذا تسلاية لانه لسه ما نزل سلاحنا الاساسي. كنا مخبينه لوقت الحاجة مخلينه سرع على الكراسي، صار له من اول ما وصلنا عم يحشي بطنه بالاكل. خلص كل شي جايبينه معنا وفيهم 10 كيلو فجل، نزلنا كلنا جوا الخنادق لانه اجا وقت سلاحنا الخارق. حطينا الأقنعة الغازية شو هو قنبلة نووية؟ لا هو اكبر من هيك بكتير. يلا تخبوا يا شطاطير. بس طلعنا نشوف اللي صار تفاجأنا بكمية الدمار، ما حدا نجي من الانفجار. يا ما تختي نخيم انتحار، هيك نحنا حررنا جولان ورجعنا ونحنا منتصرين. ترقبونا في الحلقة الجاي رايحين نحرر فلسطين.